لو غاوي سفر اوعى تفوت المكان ده. 500 كيلو من الأردن هنلاقي مدينة الأنباط العرب ممتدة الحدود في شبه الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية، بالتحديد على بعد 22 كيلو من مدينة العلا، مدائن صالح، المدينة المحرمة. ولو لسه ما شفتش الفيديو الأول تقدر تتفرج عليه من هنا. بيستكمل الأنباط العرب نحت حضارتهم في الصخر بتشييد واحدة من أهم المدن في الحضارة النبطية، واللي عرفت باسم مدائن صالح. وارتبط اسم المدينة بقوم ثمود ونبي الله صالح، والقصة الشهيرة قوم ثمود اللي عرفوا اتخاذهم بيوت في الجبال عن طريق النحت، زي ما ورد في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. سيدنا صالح دعا قومه إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام، ولكنهم طلبوا منه إن ربنا يجي لهم بمعجزة. وكان ليهم طلب غريب جدا، إن ربنا يخرج ليهم ناقة من الصخر، وفعلا ربنا حقق ليهم الطلب بتاعهم. ولكن قوم ثمود كذبوا سيدنا صالح واستهزوا بيه وقتلوا الناقة، زي ما ربنا قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: صدق الله العظيم. المدينة المحرم زيارتها، وده بناء على الفتاوي والآراء الدينية اللي حذرت من زيارة المدينة أو الإقامة فيها لفترة طويلة، وده بسبب ارتباطها بقوم ثمود. المكان بقى ذات نفسه احتل موقع استراتيجي، خصوصا إن هو كان حلقة الوصل ما بين بلاد الرافدين وجنوب شبه الجزيرة العربية، وكان نقطة الوصل ما بين مكة ومدينة البتراء في العصر القديم. أما بقى المنطقة الأثرية في مدائن صالح فبتحتوي على 153 وجهة صخرية منحوتة، وعدد مميز من القصور زي قصر البن، قصر الصانع، والقصر الفريد، وعدد من المدافن العجيبة اللي ليها تصميم غريب الخاصة بالأنباط العرب. ده غير بقى الآثار الإسلامية اللي بترجع للعصر العثماني، زي القلاع اللي موجودة هناك، واللي كان الهدف الرئيسي منها هو حماية قوافل الحجاج في العصر القديم. وفي نفس المكان هتلاقي واحدة من أقدم محطات السكة الحديد، واللي تم إنشائها في العصر العثماني سنة 1900. في سنة 2008 اتسجلت المدينة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، علشان تكون أول موقع يتم تسجيله في المملكة العربية السعودية. حديثا بقت مدائن صالح على الواجهة السياحية السعودية، خصوصا إن هي قريبة جدا من مدينة العلا في الشمال، واللي بتقدم تجربة فريدة جدا للمغامرين ومحبي المغامرة. طبعا الموقع هناك بيعتبر متحف مفتوح، وما ينفعش تكون في السعودية وتفوت زيارة المكان العجيب ده. ودي كانت قصتنا النهاردة عن مدائن صالح. يلا دلوقتي دورك، شوف العالم مستني ايه.